بص يا فندم، الموضوع ابتدى بان النادي الاهلي اتوافق له على الساعه الكامله للحضور الجماهيري للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا. هي ابتدت بكده، يعني هي ما طولتش وما راحتش في حته تانية غير اللي انا بقولها لحضرتك. هو الموضوع ابتدى من هنا. طيب يسكتوا؟ لا والله، والله قناه نادي الزمالك تمسك الموضوع تستلمه هاتك يا دعك. واحد مين صبحي عبد السلام ده؟ بيبيع ايه صبحي؟ يعني انا ما اعرفوش وما بتريقش، بس هو مين صبحي عبد السلام؟ يعني موقعه في من الاعراب ايه في قناه نادي الزمالك صبحي عبد السلام؟ يعني انا هل هو يا رب ارحمني. المهم حصل حوارات هقولها لك جوه الفيديو، وطولة لسانه وبتاعه بكبكه هقولها لك برضو مع الكابتن خالد الغندور. وهم انا ما اعرفش ايه علاقه نادي الزمالك بنهائي دوري ابطال افريقيا اللي نادي الزمالك عمر ما شمه. تمام. بحضور الساعه الكامله. انت مالك انت؟ ما انا مش فاهم يعني. ما نادي اشمعنى ده؟ الواحد مش لاقي له موقع من الاعراب. ولكن يا فندم ركز معايا في اللي جاي. الاستاذ مرتضى منصور يعلق على خبر حبسه 3 شهور او غرامه 10000 جنيه. الراجل طبعا كان يعني ما لازم هيطلع يعلق على الموضوع، ولكن هو بيعلق قال حاجه غريبه قوي. يعني استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. هو استاذ مرتضى منصور هو اللي قال كده. قال لك ايه؟ قال لك سيدنا الخطيب. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. الخطيب سيدنا الخطيب، استغفر الله العظيم يا رب. هو قال كده. فيعني ايه اللي انت قلته ده؟ يعني انا المهم هنتكلم بتفاصيل التفاصيل جوه الفيديو. ولكن عزيزي المشاهد بدايه كده عايز حضرتك تظرف اللايك الجامد جدا، اللايك المتين، تكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليا فيها. المهم يا سيدي ركز في كل جمله وكل كلمه هقولها لك. عايزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك زي ما قلت لك كده، 5000 لايك كده عشان نبقى في الرايق. المهم نبدا بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحضور الجماهيري للمباراة النهائية دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد. الكاف اللي مسؤول عن البطولة، الكاف طالب من السلطات الأمنية في مصر أو من اتحاد الكرة المصري إن الحضور يكون كامل. الحضور يكون كامل لساعة الاستاد. ليه؟ علشان يا فندم دي الجهة المنظمة للبطولة. البطولة دي بيكون لها رعاة وبيكون لها يعني اعلانات وبيكون لها فلوس بتدفع عشان تتعمل، بيلم فلوس يعني الكاف وبتاع، وكله بيستفيد. فالكاف هو المتحكم الاول والاخير في البطولة دي. مين يحضر مين ما يحضرش، مين يروح مين يتحرم مين ما يتحرمش، الكاف هو المسؤول عن كل ده. فالكاف خاطب اتحاد الكرة قال له يا باشا الساعة الكاملة للاستاد تكون موجودة. فاتحاد الكرة هيقول له ايه؟ هيقول له تمام ماشي، هنخاطب السلطات المصرية ونشوف هيقولوا ايه. السلطات المصرية قالت تمام حضور الكامل للجماهير، وبناء عليه اتحاد الكرة رد على الكاف قالوا لهم تمام الحضور الكامل لساعة الاستاد للجماهير. قناة نادي الزمالك هتقول لي طب ايه علاقة قناة نادي الزمالك باللي احنا عمالين نحكيها بالجروح؟ ده اللي انا عايز افهمه، ده اللي انا محتاج افهمه. ايه علاقة قناة نادي الزمالك بنهائي دوري ابطال افريقيا اللي هو مالوش علاقة بيه نادي الزمالك؟ هو يعني معلوماته عن دوري ابطال افريقيا ان هو حاجة كده اسمها دور المجموعات وبخرج منها بس. يعني هو نادي الزمالك ما جربش يعدي دور المجموعات عشان يشوف ايه اللي بيتعمل بعديه. فهو يعني كل معلوماته عن دوري ابطال افريقيا دور المعلومات، دور المجموعات. المهم يا سيدي نادي الزمالك، قناه الزمالك، استاذ خالد الغندور ومعاه واحد كده اسمه محمد صبحي، صبحي عبد السلام قصدي. قال لك ايه؟ قال لك بص يا باشا، المفروض المبادئ والقيم تكون ثابته، والحضور في الاستاد يكون ثابت، والمعايير تطبق اذا كانت بطوله دوليه او اذا كانت بطوله افريقيه او محليه. فاللي بيحصل ده كسكسي، اللي بيحصل ده تطبيل للنادي الاهلي. حضرتك بتقول ايه بجد والله؟ يعني حضرتك بتقول ايه؟ المفروض ان انا لقيت ان التايتل جوب بتاع حضرتك، الجوب تايتل بتاعك ان انت محلل رياضي وناقد صحفي وناقد رياضي ومش يعني تمام. محدش بقى بيشتغل بشهادته، مش مشكله، مش قصتنا يعني، مش عايزين الواحد يبقبق بالكلام. فعزيزي المشاهد طلع قال لك الجملتين اللي انا قلتهم لحضرتك دول، ان لازم العدل يسود في البلاد ولازم النادي الاهلي يحتار له 5000 يعني انا مش، انت مالك؟ معلش يعني انت مال حضرتك؟ يعني خليها حضرتك عشان في انت مال، هموت واقولها، ولكن حضرتك انت مالك؟
ما يحضر. انت هو انت طرف في الموضوع؟ انت مالك؟ يعني انت بتتكلم بناء عن ايه؟ يعني الناس اما تسالنا احنا في واحد اسمه عندكم صبحي عبد السلام بيقول 1 2 3، طب هو بناء على نرد نقول لهم ايه؟ نقول لهم اصله ناقد رياضي ومحلل حمصاني، ولا يعني نقول لهم ايه؟ انا مش فاهم. انت مالك؟ انت الاهلي يحضر له ما يحضرلوش، يتوافقوا على الساعه كامله ما يوافقوش، نهائي دوري ابطال انت مالك بقى؟ ايه علاقتك بالموضوع كانت كناقد زملكاوي ومحلل رياضي؟ يعني انا مش فاهم ايه علاقه الزمالك بالموضوع. ما انا لسه قايل لك شويه احنا ما نعرفش حاجه عن دوري ابطال افريقيا ده الا ان هو دور مجموعات وما بنتعداهوش. يعني هو دور مجموعات بس. فيعني احنا مالنا؟ انت مالك حضرتك؟ انت كزمالك بتتكلم ليه في الموضوع؟ دي حاجه ما تخصكش. ما يحضر للاهلي اللي يحضر له ولا ما يحضر. ايه الحرقان ده؟ ايه ده؟ ما تدهنوا كومبا يا جماعه ولا اي حاجه، يعني مش هينفع كده. المهم عزيزي المشاهد، طبعا الكلام ده كان في حضور الاستاذ خالد غندور اكيد، يعني من بق ده ما يطلعش الا في. المهم استاذ مرتضى منصور طلع خبر امبارح ان هو تم اصدار حكم ضده ان هو هتم حبسه 3 شهور او غرامه 10000 جنيه وبتاع. طلع في فيديو قال لك بص انا مش هعلق على احكام القضاء. قلت بس خلاص الحمد لله رب هيدخل في الموضوع. انا مش هعلق على احكام القضاء، قاضي يحكم بما يحكم به وربنا هو اللي هيحاسبه ونيته هو اللي هي اللي يعني نيته هي وضميره هو اللي هيحاسبه بتاع كده يعني. استاذ مرتضى قال كده وقال لك انا ما علقش على القضاء، يعني خلاص حضرتك مش هتتكلم عن القضاء. قال لك خش في الموضوع، خش حضرتك. قال لك الحكم اللي انا خدته، حضرتك لسه قايل انك مش هتعلق على القضاء. لا معلش بقى انا برجع في كلامي في ساعتها، مش مشكله. الحكم اللي انا خدته المفروض العقوبه بتاعته بتكون غرامه 2000 جنيه وما فيهوش حبس. حضرتك لسه قايل حالا قدام عينيا انا مش هعلق على القضاء، بعدها بثانيتين علقت على القضاء. انت كنت بتعمل مقدمه لعدم التعليق على القضاء، قمت جاي بعدها لاحم ومعلق على القضاء. فانا مش فاهم ازاي يعني حضرتك كميه التناقض دي مش ربنا يعيننا يا رب، ربنا يعيننا كلنا ويطلعنا من الوحل اللي احنا فيه ده على خير. ويعني وكفايه لحد كده والله، كفايه لحد كده، كفايه. يعني مفيش مستثمر يجي يشتري نادي الزمالك ده وخلصنا، ولا هو مش للبيع؟ ولا انا مش فاهم حاجه. انا معلوماتي كده في الادارات والحاجات الكرويه، يعني الاداره الكرويه والحاجات دي ما تلاقينيش جامد فيها يعني، ولكن تلاقي معلوماتي في الكوره كويسه شويه نوعا ما. انما مين يشتري ايه ومين يبقى رئيس فين ومين يعمل ايه مش قصتي. ولكن والله هو نادي الزمالك اللي جرني للموضوع ده، مش قصتي. طبعا طلع الاستاذ مرتضى منصور وهو بيعلق على حكم القضاء اللي هو مش عارف ازاي يعني. فاتكلم على الكابتن محمود الخطيب وقال لك عشان الخطيب والحكم ده صدر ضدي علشان انا قلت هطلع يوم السبت اعمل مؤتمر سياسي ومش سياسي وكده. حضرتك بتدخلنا في تفاصيل احنا كجماهير نادي الزمالك في غنى عنها. في حاجه تانية بقى محتاج اسال عنها. مش حضرتك معزول من رئاسه نادي الزمالك؟ ثم انت بعد ما اتعزلت طلعت قلت انا بستقيل، استقلت وانت معزول وقلنا ماشي. طب حضرتك دلوقتي بتتكلم عن نادي الزمالك بصفتك ايه؟ تاخد قرارات بصفتك ايه؟ تنسحب من السوبر بصفتك ايه؟ بتعمل كل ده بصفتك ايه؟ بتعلق بصفتك ايه؟ بتتكلم بصفتك ايه؟ حضرتك مش رئيس نادي الزمالك، انت ذات نفسك اعتذرت واعتزلت وهم عزلوا حضرتك. فيعني حضرتك بتعمل هنا ايه؟ ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ انتوا ماشيينها ازاي يا جماعه؟ انا محتاج افهم عشان يعني نفسيا انتوا ماشيينها عندكم ازاي؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعد كده بقى جاي لك ايه؟ استغفر الله العظيم يعني. قال لك سيدنا الخطيب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي يعني؟ يعني حضرتك عايز تدي تشبيه ان الكابتن محمود الخطيب مثلا بيتعمل له حساب فتقوم جاي قال كده؟ يعني لا استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع فعلا كان يعني بقى انت ربنا اللي هيحاسبك مش انا.
ولا الناس اللي بتتفرج عليا دي اللي هتحاسبك، وربنا اللي هيحاسبك منك لربنا بقى. يعني ربنا هيحاسبك انت بقى، اتصرف بقى ساعتها. انا عايز يعني انا نفسي افهم مبررات حضرتك اللي انت بتعمله ايه. انا مش لاقي مبرر اللي حضرتك بتعمله ده نهائي. بكره نطلع نتشتم وانا اصلا بكلمك دلوقتي بقول لك حضرتك واستاذ مرتضى ومش عارف. يعني محتاج افهم بجد، مش بتريق يعني. عزيزي المشاهد، لحد هنا نكون وصلنا نهايه الفيديو بتاع النهارده. لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تزور في لايك، تكتب كومنت، تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره بتتفرج عليها فيها. بس كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.